هنا جاريث بيل، هدفين في مرمى بيتيس. هيأ الكرة، ولكن إذا لاعب ومدافع فريق اسبانيول، لذلك المحاولة انتهت وضاعت. تبدأ كريستيانو، يمكن يسجل، سجل كريستيانو يسجل الجول الأول للريال. كريستيانو ما سجل في 4 مباريات، يظهر الآن في مباراته الثالثة في الليغا ويسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. أتت الدقيقة 7 وظهر كريستيانو رونالدو، لكن لاحظ قبل ذلك الكرة اللي مرت ووصلت إلى كريستيانو يحطها في مرمى باول لوبيز، مسجلا الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. لاحظ أمامك الانطلاقة، وأمامك كريستيانو رونالدو يزور مرمى فريق اسبانيول للمرة الأولى ويحتفل بالتالي مع رفاق بيل. يحولها مباشرة إلى اللاعب المتقدم، ولكن في صافرة من قبل حكم المباراة، وبالتالي ألفارو غونزاليز وضربة الجزاء المحتسبة. سقط جاريث بيل على أرضية الملعب. فرصة الريال لتسجيل، ممكن يسجل كريستيانو يتقدم، يسجل كريستيانو، نعم، كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. ضربة جزاء حقيقية، سقط جاريث بيل على أرضية الملعب. كريستيانو رونالدو يحط الكرة في نفس الزاوية اللي حط منها الجول الأول، وسجل الجول الثاني مثل ما سجل الجول الأول، ولكن الفارق أن الجول الثاني يأتي أخر. سيطر عليها ونقلها إلى جاريث بيل سيطر عليها، رجعها إلى إسكو يتقدم، يحاول يرجعها إلى جاريث بيل. مارسيلو ماخذ له مكان، يتقدم جاريث بيل، التحول، جول الهاتريك لكريستيانو رونالدو. بسرعة البرق كريستيانو رونالدو يأتي بالهدف الثالث. جاريث بيل يتقدم، ما فيه شيء على الإطلاق، يتقدم كريستيانو أول مدافع. هذا هو السؤال المطروح. لاحظ مرة أخرى الكرة اللي تحولت أمام كريستيانو، ويبدو أن كريستيانو محاولتين على مدى 27-28 دقيقة، محاولتين لإسبانيول. جاريث بيل يقود هجوم للريال، جاريث بيل يحولها إلى كريستيانو، جول رابع للريال. شو يسوي كريستيانو رونالدو اليوم؟ كريستيانو رونالدو شو اللي يعمله في المباراة اليوم؟ 3 أهداف، هاتريك، يصنع الهدف الرابع. وكريم بنزيما هدف في مرمى بيتيس. ولاحظ الآن البي بي سي بدأوا يشتغلون، بدأ البي بي سي تتحرك، وظهروا الثلاثي المزعج للريال، بيل، كريستيانو، كريم بنزيما. وفي الأخير اللقطة الأولى طبعا هنا من يا سلام للبي بي سي. المقطوعة تصل لمصلحة ريال مدريد. المرتدة اللي يقوم فيها جاريث بيل مباشرة إلى إسكو، وفي 2 في متقدمين إلى الأمام، وجاريث بيل يطلب الكرة، كان له ما أراد، حولها جول خامس للريال. سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو. خلاص انت مع الكبار، اذا ما سجلت، اذا استحوذت على الكرة، ما ممكن على الاطلاق ان انت الريال مدريد يعطيك الفرصة ان تستحوذ على الكرة. شوف ردة الفعل السريعة من جاريث بيل الى كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو يسجل الهدف الشخصي الرابع. سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو، ما سجل مع بدون اصابات اكيد، لا شك في ذلك. التقدم ياتي من لاعب لوكاس فاسكويز،
مباشرة المرور الناجح والهدف السادس. يا الله يا الله يا كريستيانو رونالدو، ما الذي يفعله كريستيانو رونالدو في هذه المباراة؟ العالم كله تحدث عن غياب كريستيانو رونالدو عن التسجيل في 4 مباريات. يأتي الآن كريستيانو رونالدو ويسجل 5 في مباراة واحدة. والكلام لك يا دارة، والكلام للمنافسين، والكلام للمنتقدين، والكلام اللي يقولون ما راح يسجل. يأتيك الآن كريستيانو ويسجل الهدف الشخصي الخامس. صارت 6-0، 6-0، نصف درجن من الأهداف، 5 منها لكريستيانو رونالدو السعيد تماما اللي يرسم الابتسامة في ملعب كوريا.